السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بألف خير. مكملين مع بعض سلسلة فيديوهات المناهج التعليمية، والنهاردة ان شاء الله بإذن الله نسمع الفيديو لحد الآخر. هنتعلم how to write a paragraph about unit 4 عن unit 4 الوحدة الرابعة من منهج grade 4 من منهج الصف الرابع الابتدائي. حبايبي لو أول مرة بنشوف الفيديو على البيج ننزل ونعمل متابعة واشتراك للقناة بتاعتنا عشان نتفرج على كل سلسلة فيديوهات المناهج التعليمية. النهاردة عندنا فيديو مهم جدا جدا جدا، هنتكلم عن how to write a paragraph. يلا نسمي الله. الباراجراف بتاعنا النهارده من الوحده الرابعه من منهج الصف الرابع الابتدائي. write a paragraph، رأس السؤال طبعا زي ما متعودين بنقراها. write a paragraph about 24 words. عايزني اكتب باراجراف من 24 كلمه using the following guiding elements، مستخدمة الكلمات أو العناصر الإرشادية اللي هو كاتبها لي. الباراجراف بتاعنا النهاردة من يونت 4 grade 4 الوحدة الرابعة من منهج الصف الرابع الابتدائي. عايزني أتكلم عن your home. your home بمعنى منزلك، دي أول حاجة عندي. التوبيك بتاعي اللي هتكلم عنه your home. your home بمعنى منزلك. طب ايه الكلمات بقى او الجايدن elements اللي عايزني استخدمها؟ جايب لي كلمة apartment اللي هي معناها شقة، وجايب لي كلمة balcony. يبقى انا لازم استخدم في التوبيك بتاعي النهاردة او في الموضوع الباراجراف اللي انا هكتبه، لازم استخدم كلمة apartment ولازم استخدم كلمة balcony اللي هي معناها بلكونة، وكلمة apartment معناها شقة. بس أول حاجة عايزين نستفسر عنها كده ونفهمها. خلينا متفقين إن إحنا الموضوع بتاعنا عن your home، يعني عايزني أتكلم عن حاجة تخصني أنا. your home يعني منزلك أنت. تعالوا كده نسمي الله ونشوف how to write a paragraph، إزاي هنكتب الباراجراف. ولو أول مرة بنشوف الفيديو على البيج ننزل ونعمل متابعة ولايك وشير ليعم النفع. اللهم انفعنا بما علمتنا. زي ما متفقين أول حاجة بنكتب التوبيك بتاعنا أو الهيدلاين اللي هو العنوان الرئيسي للموضوع بتاعنا. هكتبه في نص السطر كده زي ما أنا كاتبة بالظبط في البيج كلها your home اللي هي منزلك. وانا كده فهمت ان انا هتكلم عن حاجه تخصني انا. هو عايزني اتكلم عن ماي هوم، وجايب لي كلمتين two words اللي هما الجايدن elements معايا، كلمه apartment اللي هي شقه وكلمه balcony اللي هي معناها بلكونه. الكلمتين دول لازم استخدمهم في الباراجراف بتاعي وانا بتكلم عنه. اول حاجه طالما هو قال لي اتكلم عن your home يعني حاجه تخصني انا. طيب اول حاجه هقول ايه بقى؟ I want to tell you about. طيب أول جزئية كتبنا العنوان في نص السطر، بعد كده أول جملة عملناها إزاي؟ نسيب مسافة زي ما احنا متفقين إن احنا بنسيب مسافة. أول جملة عندي في الباراجراف in general بتبقى just general idea. general idea يعني فكرة أساسية أو فكرة عامة كده عن التوبيك بتاعي، عن الموضوع بتاعي. بجيب أول جملة لازم تبقى فكرة بشكل عام عن التوتال أو الفكرة أو الإجمالي للباراجراف بتاعي. الباراجراف بتاعي بيقول your home، اتكلم عن ايه؟ منزلي. تمام؟ فانا هاجي في اول جمله هقول ايه؟ I want to tell you about myself. I want to يعني انا اريد to tell you اني اخبرك about myself عن نفسي. انا في الباراجراف ده هتكلم بقى عن نفسي لان هو قايل لي ايه التوبيك بتاعي، العنوان او الموضوع بتاعي بيقول لي اتكلم عن your home. يبقى اول جمله خلينا ندي الشخص اللي هيقرا الباراجراف بتاعنا او المصحح نقول له بقى I want to tell you about myself. انا هاجي النهارده واتكلم عن نفسي في الباراجراف. دي اول جمله افتتاحيه، وتعتبر الجمله الاولى طبعا جمله افتتاحيه مقدمه. واول حاجه زي ما اتفقنا قبل كده بنسيب مسافه، ما بنكتبش اول كلمه من اول السطر، لا بنسيب مسافه صغيره كده قيمه صبع حاجه بسيطه قوي. I want to tell you about myself. أنا عايزة أكلمك النهاردة عن نفسي. I live in an apartment. I live in an apartment. وأخد بالي أول حرف في الجملة كابيتال، هسيب مسافة بين الكلمة والتانية. آخر الجملة لازم أحط period نقطة. وأول جملة بتكون جملة افتتاحية مقدمة للموضوع بشكل general. I live in an apartment. أنا عايش في شقة. وكلمة apartment بادئة معايا بساوند فاول، فلازم تاخد معايا أداة النكرة an. ليه يا مس ما خدناش ما قلناش ليه I live in a apartment؟ لا ما ينفعش أقول لأن الحرفين المتحركين بيتخانقوا مع بعض. والحروف المتحركة A E I O and U، الخمس حروف دول النود letters اللي هي الحروف الشقية ما بيجوش ورا بعض. فبقول I live in an apartment، أنا بعيش في شقة. طيب دي تاني جزئية. احنا أول جملة قلناها بشكل عام، تاني جملة بقى هنبتدي نتكلم in details، هنشرح الموضوع بشكل أكتر تفصيلا. هيقول I live in an apartment. My favorite room is the living room.
الغرفة المفضلة ليا هي غرفة المعيشة. my favorite room. هو اتكلم هنا في الموضوع، اتكلم معايا في الموضوع، بيقول لي اتكلم عن البالكني واتكلم عن an apartment. هقول ايه؟ هقول my favorite room is the living room. الغرفة المفضلة ليا بقى هي غرفة المعيشة. هبتدي بقى اتكلم عن الموضوع بشكل اكثر تفصيلا واقول my favorite room، الغرفة المفضلة ليا is the living room اللي هي غرفة المعيشة. وكلمة living منتهية معايا بالان جي، فالجي هنا ما بننطقهاش، بقول the living room. in the living room my favorite room is the living room، يعني غرفتي المفضلة هي غرفة المعيشة. هاجي بقى اتكلم بشكل تفصيلي عن غرفة المعيشة، اقول it's lovely with the balcony. it's lovely with the balcony، انها جميلة، وكمان اوضه المعيشه فيها ايه؟ فيها بلكونه. I can see، ومن خلال البلكونه دي انا I can see the whole street. وكلمه whole الدبليو هنا معايا silent letter. silent letter يعني حرف ايه؟ ساكن ما بنطقوش. الدبليو اذا جه بعد منها H وبعدها O، فالدبليو هنا معايا silent letter ما بنطقوش، فبقول ايه؟ I can see the whole street. هبتدي بقى اتكلم عن الموضوع بشكل تفصيلي اكثر ايضاحا، ان انا هقول ان انا عايشه في شقه فيها غرفه المعيشه فيها بلكونه. it's lovely with a balcony، يعني اوضه المعيشه دي منفتحه على ايه؟ على البلكونه. I can see the whole street، ومن خلال البلكونه دي انا بقدر اشوف الشارع كله. وزي ما احنا متفقين الجمله ببداها بحرف كابيتال، واخر الجمله بحط بيريود نقطه، واخد بالي ان لازم تكون في مسافه بين الكلمه والتانيه. I play games with my brother in the living room. وانا بلعب كمان العاب على الكمبيوتر او على الموبايل مع اخويا في الليفين روم في غرفه المعيشه. I help my mother in the kitchen. انا بساعد ماما في المطبخ. احنا هنا اتكلمنا عن my home، اتكلمت بشكل تفصيلي عن نفسي. اول جمله قلنا افتتاحيه، اتكلمنا عن التوبيك بتاعنا بشكل جنرال كده، هو I want to tell you about myself، انا عايزه اتكلم عن نفسي. بعد كده بدأنا نستخدم في الموضوع معلومات أدق شوية. يعني أول جملة بتبقى افتتاحية، جملة بصفة عامة كده بتكلم عن الموضوع عامة. I want to tell you about myself، هتكلم النهاردة عن نفسي. I live in an apartment، أنا عايش في شقة. طب أبتدي بعد كده أفسر، أقول my favorite room، الأوضة المفضلة ليا في الشقة is the living room. it's lovely. طب ليه it's lovely؟ lovely يعني beautiful، محبوبة، مقربة إلى قلبي. ليه؟ لأن فيها بلكونة. with the balcony، من البلكونة بقى إيه اللي بستفاده؟ I can see the whole street، أنا بشوف الشارع كله. طب وبعمل ايه في الليفين روم؟ I play games with my brother، وبلعب كمان العاب مع اخويا في اوضه المعيشه. يا رب تكونوا استفدتوا من الفيديو. لاول مره بنشوف الفيديو على البيج ننزل ونعمل اشتراك ومتابعه للقناه بتاعتنا، واسيب لكم لينك القناه في اول كومنت. كنت مع مس اميره انجلش في الاور جرامر. ثانك يو اند جود باي.